بعض صحف البرازيل وصحف أمريكا تتناول أخبار تعاقد الأهلي مع زيزو، وتؤكد أن الفريق الأحمر نجح في توجيه ضربة قوية للغريم التقليدي بالتعاقد مع نجمه الأول قبل كأس العالم للأندية. تحقيق الأهلي أرباحاً خيالية من فيديو تقديم زيزو، سواء عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق الرعاة، ويثبت يوماً بعد يوم أنه منظومة ناجحة بكل المقاييس. شركة الأهلي لكرة القدم تعد جماهير الأهلي بطفرة حقيقية على المستوى التسويقي والإعلاني والتجاري والمالي في النادي الفترة القادمة. الشركة حققت أكثر من 50 مليون جنيه أرباح من الظهور التلفزيوني للاعبي الفريق وظهورهم ببعض الإعلانات، و75 مليون جنيه من بيع حقوق معسكر أمريكا ومباراة باتشوكا الودية لقناة أون والشركة المتحدة. خالد مرتجي رئيس بعثة الأهلي في أمريكا يؤكد أن الأهلي يريد بالصفقات الجديدة مقارعة الأندية العالمية وتحقيق إنجاز لم يسبق تحقيقه في المونديال لتشريف مصر وقارة إفريقيا. قنوات أون سبورت تعين المعلق التونسي الشهير رؤوف خليف معلقاً على لقاء الأهلي وباتشوكا الودي. الكابتن محمود الخطيب يتواصل مجدداً مع رئيس الوكر القطري لمناقشة فكرة الحصول على خدمات أحمد عبد القادر أو أي من اللاعبين مقابل التفريط في حمدي فتحي. نادي نيوم السعودي يستهدف ضم الجزائري رياض محرز في الميركاتو الصيفي من أهل جبة. حمدي فتحي يؤكد أن الجميع داخل معسكر الفريق في أمريكا في أعلى درجات التركيز، والاستعدادات تسير بشكل مميز للبطولة العالمية. زيزو يعري ميدو وحسين لبيب وممدوح حباس أمام الجماهير البيضاء، ويؤكد أن لا شيء جيدا في الزمالك سوى جماهيره، وانتقاله للأهلي جاء لتحقيق بطولات وكتابة تاريخ. مدحت العدل بعد حوار زيزو على MBC مصر: لا تحاول تجميل الصورة لأنها مشوهة، ونصيحة: العب في ناديك الجديد بلا شوق إعلامي. محمود الشناوي: جددت عقدي لمدة 2 وإذا تلقيت عرضاً القرار بيد الإدارة، ولكن تركيزي حالياً مع الفريق في كأس العالم. محمود الشناوي: رحيل السولية ومعلول وربيعة كان أمراً مؤلماً جداً وهم الأقرب لي، وغيابهم خسارة كبيرة. الشناوي: الكابتن محمود الخطيب ليس مجرد رئيس نادي بل أب لنا، ويشاركنا بخبراته ويحفزنا دائماً. الشناوي: محمد رمضان المدير الرياضي السابق كان قريباً من اللاعبين، ومحمد شوقي شخص جدع. الشناوي: جمهور الأهلي هو كل شيء بالنسبة لنا، ونلعب لإسعادهم ونتقبل منهم أي نقد. الشناوي: أحياناً يواجه اللاعبون مشاكل شخصية مثل طاهر محمد طاهر الذي لم يعلم أن والده في المستشفى خوفاً من تأثره. الشناوي: المنافس التقليدي لنا هو الزمالك، لكن بيراميدز الآن هو المنافس الأقرب بسبب تراجع الزمالك. محمد هاني: بطولة كأس العالم للأندية لها مكانة كبيرة عندي، وشاركت بالمشاركة فيها 5 مرات. محمد هاني: خضنا مواجهات صعبة أمام بايرن ميونخ وريال مدريد وكانت تجارب مميزة. محمد هاني: لا يوجد سر معين لتألق الأهلي في البطولة، نحن نعمل بجد في كل بطولة. محمد هاني: التنظيم في كأس العالم دائما رائع، وأشعر أنني محظوظ بالمشاركة مرات عديدة. محمد هاني: تغيير الأجهزة الفنية أمر يخص الإدارة، ونحن نتكيف مع كل مدير فني. محمد هاني: نتعامل مع البطولة مرحلة بمرحلة، والنسخة الحالية أصعب بسبب قوة المنافسة. محمد هاني: مباراة إنتر ميامي مباراة كبيرة، وسنواجه لاعبين عالميين مثل ميسي، لكننا نثق بأنفسنا.